بسم الله الرحمن الرحيم. بنشوف كيف ننشئ حساب في الديسكورد باستخدام الجوال. بعد ما نحمل تطبيق الديسكورد نفتح التطبيق، بعدها نضغط هنا ريجستر. تقدر تسجل حساب باستخدام رقم الجوال أو باستخدام الإيميل، بتختار الشيء المناسب لك. مثلا هنا بنسجل باستخدام الإيميل، حنضغط على الإيميل، بعدها تكتب هنا الإيميل تبعك وتضغط نيكس التالي. بعدها تكتب هنا الاسم الظاهر للناس أو تضغط على اسكيب إذا ما تبغى تعبيه. مثلا تكتب هنا محمد ثم نيكست التالي، وهنا بيطلب منك تكتب اليوزر نيم أو اسم المستخدم وهنا كلمة المرور. هتعبي هذه البيانات، بعدها تضغط نيكست. اسم المستخدم أو اليوزر نيم لازم يكون ما هو مستخدم، تكون هنا كتابة خضراء. بعدها تضغط نيكست، بعدها تختار من هنا تاريخ الميلاد، بعدها تضغط create an account أو إنشاء حساب. ممكن يطلع لك هذا الإشعار، إذا طلع لك اضغط على confirm. بيطلب منك تلعب هذه اللعبة علشان بس تتأكد انك انسان. بعدها بنروح للايميل علشان نشط الحساب، بيجيك رسالة التنشيط هنا، هتضغط هنا لتأكيد او تنشيط الحساب. ايميل فيرتيفايد او تم تأكيد الايميل. كذا يكون نشطنا الحساب. نقدر الحين نرجع للديسكورد، بعدها بيدخلك للحساب. هنا ممكن تضغط سكيب. فتح عندي الحساب واقدر اضيف اصدقاء من هنا. وبس، هذه كانت طريقة إنشاء حساب ديسكورد في الجوال. إذا عندك أي سؤال اكتبه في التعليقات، وإذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، وشكرا.